بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مع حضراتكم مجد الإتربي، أقدم لحضراتكم معلومات تثقيفية عن العملة المصرية، نحلق في سماها، نغوص لنستخرج خفاياها. فإذا كنت تشاهد قناتي لأول مرة، أدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك كي يصلك كل جديد نقدمه. 10 أعوام عطاء من خلال هذه القناة، كل هذا وأكثر سنقدمه وستعرفونه من خلال هذه المحاضرة من سبعينيات القرن الماضي. أقدم لحضراتكم الإصدار السادس من 100 جنيه، والذي كانت قد توقفت هذه الفئة بعد إلغاء التعامل بها، وبعد توقف عن إصدارها دام لمدة تزيد عن 35 عام. وقد صدر قانون بإيقاف التعامل بها، ومن المعلوم أن هذه الفئة الوحيدة التي صدر بها قانون توقف تعامل لهذه الفئة هي والإصدار من فئة 50 جنيه. قد عاد إلينا بتصميم جميل رائع متفرد، خاصة ظهر الورقة، والذي شمل على بورتريه رائع لقناع الملك توت عنخ آمون، وأمامه خرطوشة فرعونية باسم الملك، وأسفله منظر بديع جدا يمثل رحلة صيد للملك توت، وتجلس زوجته تحت قدميه. طبعا قمة الأدب والاحترام، محاطا بزخارف فرعونية، والمنظر ككل بخلاف كل البنكنوت المصري، فقد جاء بشكل أفقي. التصميم جاء بشكل أفقي، ذكرنا بالعملة الروسية. أما وجه العملة فقد جاء بتصميم بديع لمسجد السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن أبيها، محاطا بزخارف إسلامية. إذن فوجه العملة جاء بتصميم إسلامي، وظهر العملة جاء بتصميم فرعوني. كل هذا وأكثر سنقدمه لحضراتكم من خلال استعراض للورقة الفئة كإصدار وتصميمها. دمتم برعاية الله وفضله ومنته، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين. بالمناسبة العلامة المائية القناع توت عنخ آمون، توقيع كينج التوقيعات المصرية محمد فتح إبراهيم،
يبقى هو محمد عبد الفتاح إبراهيم وقع على 100 جنيه كأول إصدار بعدما انقطع كل هذه المدة. وقع على 20 جنيه الحنطور كأول إصدار للعملة المصرية كفئة، فئة 20 جنيه. وقع على عملات كثيرة كما ذكرنا من قبل. يبقى محمد فتاح إبراهيم نون واحد نون واحد نون واحد في 15/5 سنة 78. نون 2 سقطة، نون 3 سقطة من المجموعة. نون 4. طبعا احنا مهم جدا ان احنا نجمع الورقة دي بالبريفكس نظرا لقلة إصداراتها. محمد فتاح إبراهيم عمل 10 إصدارات، عفوا 10 إصدارات من هذه الفئة، من نون 1 لنون 10. وبعد كده عمل بعد منه نون 11 صلاح الدين حامد ومشي. يبقى نون من 1 ل10 محمد عبد الفتاح إبراهيم، وإحلالهم نون 11 صلاح حامد وقع على إصدار واحد بس من فئة 50 جنيه ومشي. لذلك 50 جنيه بتاع صلاح حامد يعتبر من العملات المميزة، كونه أصدر وقع على بريفكس واحد بس. ده نون 5 نون 6 نون 7. زي ما احنا قلنا الإصدار كمان عايزين نطلعه كده من البلاستيك كده نشوفه. إصدار جميل جدا جدا جدا، بروتريه رائع رائع. الظهر بتاعه كمان خيالي، جميل جميل جميل. يبقى وصلنا لنون نون 7 اهي، نون 8 نون 9 نون 10 محمد فتاح إبراهيم. متوقف محمد فتاح إبراهيم عن إصدار، مشي خلاص، ساب البنك المركزي ومشي، وإجا مكانه صلاح حامد. هنتكلم إذا كنا هنتكلم عن لون كإصدار يبقى نضيف عليه توقيع صلاح حامد، لأن صلاح حامد وقع على بريفكس واحد بس اللي هو اللي قدامنا دون. صلاح حامد وقع على بريفكس واحد. عندي هنا تحت رقم 8,690,528. يبقى بعد ما انتهى محمد فتاح إبراهيم من التوقيع ومشي، وقع بعد منه صلاح حامد. وطبعا لهم إحلال تحت رقم 100 دون الإحلال توقيع صلاح حامد، ودون الإحلال الثاني توقيع برضه صلاح حامد، فيه توقيع لمحمد عبد الفتاح إبراهيم. هنتكلم عليه لما نيجي نتكلم عن الإحلالات بصفة عامة إن شاء الله رب العالمين. زي ما قلت دي الإصدار دون والفئة دي لازم نجمعها بالبريفكس نظرا لقلة عدد البريفكسات بتاعتها. في حاجات معينة كده المفروض ان احنا نجمعها بالبريفكس، زي ال 100 جنيه دي، زي ال 16 بريفكس من 200 جنيه. حاجات كده معينة كده لازم. ال10 ورقات من السه لعنكبوت قليلين، وإن كانوا النهارده مسكوا سعر، ولكن المفروض إن احنا نجمعهم بالبريفكس. أرجو أن أكون أضفت شيء إلى معلومات حضراتكم. أرجو أكون استفدتم من هذه المحاضرة عن هذا الإصدار من فئة ال100 جنيه المصرية.
دمتم برعاية الله وفضله وأمنه وأمانه، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.